بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض شرح الدرس الأول من مادة التاريخ. احنا شرحنا الجزء الأول وعرفنا الإنسان المصري القديم كيف اكتشف نهر النيل، وكيف تعلم الزراعة، وكيف إن هو استطاع إن هو يبني الأكواخ ويبني المساكن بتاعته من الطوب اللبن، وعرف حياة الاستقرار. طيب، لما استقر الإنسان المصري بجوار نهر النيل بدأ إن هو يظهر حياة القرى، ثم المدن، ثم الأقاليم المستقلة، إلى أن تحققت الوحدة السياسية لمصر. طيب، أول حاجة هنشوف مع بعض حياة القرى وإيه أهم ما يميزها. حياة القرى كان أهم ما يميزها هي وجود التعاون بين سكانها. يعني السكان بدأوا يعرفوا حياة التعاون، كانوا بيتعاونوا فيما بينهم، بيتعاونوا في الزراعة، بيتعاونوا في بناء المساكن، بيتعاونوا في صنع الطعام، بيتعاونوا في صنع الملابس، بيتعاونوا في كل شيء بينهم. طيب، كمان إن كل قرية كان لها معبود أو إله خاص بها. كل قرية لها معبود أو إله خاص بها. مع ازدياد عدد القرى وكثرة عدد السكان بدأ يظهر ما يعرف بالمدن. يبقى المدن نشأت من اتساع عدد القرى وكثرة عدد سكانها. طيب، المدن دي ايه اهم ما يميزها؟ اهم ما يميز المدن ان كل مدينة بيكون ليها حاكم بيرعى شؤون المدينة بتاعته، او بيرعى شؤون السكان. يبقى كل مدينة بيكون ليها حاكم بيرعى شؤونها. طيب، الحاكم ده بيختاروه من بين أفراد السكان، يعني ما بيكونش شخص غريب، بيكون من بين أفراد السكان. طيب، إيه أهم الأعمال اللي كان بيقوم بيها الحاكم؟ إن هو كان بيحفظ للشعب حقوقهم، كان بيرعى كان بيحفظ لهم حقوقهم، وإن هو كان بيعرفهم واجباتهم، وكان بيحدد كيفية التعامل مع الآخرين. يبقى كل حاكم كان بيحفظ للشعب حقوقهم، وكان بيعرفهم واجباتهم، وكان بيحدد لهم كيفية التعامل مع الآخرين. طيب، كل مدينة كان بيكون ليها سور بيحيط بيها عشان بيحميها من الأخطار الخارجية. وكل مدينة بيكون ليها معبود أو إله خاص بها. وكل مدينة بتقوم بالإشراف على ما يجاورها من قرى. خلاص، يبقى هنقول تاني، المدن ايه اهم ما يميزها؟ اهم ما يميز المدن وجود حاكم بيرعى شؤون المدينة بتاعته. كمان ان هو كان بيحفظ للسكان حقوقهم، وكان بيعرفهم واجباتهم، وبيحدد كيفية التعامل مع الآخرين. وكل مدينة بيكون ليها سور بيحيط بيها عشان يحميها من الأخطار الخارجية. وكل مدينة بيكون ليها معبود أو إله خاص بها. وكل مدينة بتقوم بالإشراف على ما يجاورها من قرى. بعد كده، مع ازدياد عدد القرى وازدياد عدد المدن، بدأ يظهر الأقاليم المستقلة. الأقاليم المستقلة دي يعني زي نظام مصر حاليا. مصر حاليا بتتكون من عدة محافظات، كل محافظة بيكون ليها محافظ بيرعى شؤون المحافظة بتاعته، وبيشوف أهم طلبات السكان وبيحققها لهم. فنفس النظام، يعني الأقاليم مستقلة، يعني كان مصر بتتكون وقتها من عدة أقاليم مستقلة. كل إقليم بيكون ليه حاكم بيرعى شؤون الإقليم بتاعه، وكل إقليم بيكون ليه عاصمة خاصة بيه، وكل إقليم بيكون ليه جيش. بدأ بقى يظهر حياة الجيش اللي بيحمي البلاد. يبقى كل إقليم ليه جيش بيحميه، وكل إقليم بيكون ليه معبود، والمعبود ده بيكون ليه شعار، لإما من الطير أو الحيوان أو النبات. يبقى تاني، الأقاليم المستقلة أهم ما يميزها إن كل إقليم بيكون ليه حاكم بيرعى شؤونه، كل إقليم بيكون ليه عاصمة خاصة به، كل إقليم بيكون ليه جيش بيحميه، وكل إقليم بيكون ليه معبود بيكون ليه شعار معين، لإما من الطير أو الحيوان أو النبات. طيب، هل يا ترى إن مصر في ذلك الوقت هتظل هكذا مكونة من عدة أقاليم مستقلة وهتكون في حياة استقرار، ولا هيبدأ يحصل نزاع بين الحكام الأقاليم بعضهم مع البعض؟
طيب هنشوف دلوقتي ادي نهر النيل، وادي الدلتا اهي، هنا الوادي. طيب احنا عرفنا دلوقتي ان مصر بدأت بتتكون من عدة أقاليم مستقلة، كل إقليم ليه حاكم بيرعى شؤونه. طيب بدأ يظهر بقى في الوجه البحري بدأ يظهر حاكم أحد الأقاليم، اللي هو قاعد بقى يفكر يقول طب أنا ما ممكن إن أنا أوحد الأقاليم الوجه البحري دي كلها وأخليها مملكة مستقلة لوحدها. فوحد أقاليم الوجه البحري وخلاها في مملكة واحدة، عرفت بمملكة الشمال. الشمال. طيب هيسكت على كده حاكم الإقليم ده؟ لا، مش هيسكت على كده، ده بدأ يفكر كمان، قال لك طب ما أنا وحدت أقاليم مملكة الشمال كلها وعملتهم في مملكة واحدة وأطلقت عليها اسم مملكة الشمال. طب ما اللي خلاني أعمل أو إن أنا أجمع أقاليم الوجه البحري كلهم في مملكة واحدة، طب ما أنا أجمع أقاليم مصر كلها وأخلي مصر كلها وحدة واحدة. فبدأ يفكر وبدأ إن هو يجمع مصر كلها وأقاليم مصر كلها وعملها وحدة واحدة. يبقى بدأ يفكر وبدأ إن هو يجمع أقاليم مصر كلها وخلاها وحدة واحدة. طيب الكلام ده كان عام كام؟ الكلام ده كان سنة 4242 قبل الميلاد، إن استطاع حاكم أحد حكام أقاليم الشمال إن هو يوحد مصر كلها عام 4242. ده مش بس كده، ده ما قال بقى أنا وحدت الأقاليم مصر كلها وخليتها مصر كلها وحدة واحدة. طب أنا أعمل لها إيه؟ أعمل لها عاصمة. عمل لها عاصمة وسماها مدينة أون. أون. طيب مدينة أون يعني هليوبلس، تعني هليوبلس باليونانية. طيب اللي هي موقعها مدينة عين شمس حاليا. يبقى استطاع أحد حكام الوجه البحري إن هو يجمع في الأول أقاليم الوجه البحري كلها، وبعد كده استطاع إن هو يوحد أقاليم مصر كلها، وأصبحت مصر كلها وحدة واحدة عام 4242 قبل الميلاد، وعمل لها عاصمة اللي هي مدينة أون، تعني هليوبلس باليونانية، موقعها عين شمس حاليا. بس يا خسارة بقى إن الوحدة دي لم تستمر كثيرا وفشلت. طيب أدى فشل الوحدة الأولى إلى انقسام مصر إلى مملكتين، مملكة الشمال في الوجه البحري ومملكة الجنوب في الوجه القبلي. مملكة الشمال في الوجه البحري ومملكة الجنوب في الوجه القبلي. طيب بعد ما انقسمت مصر إلى مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، أصبح كل مملكة ليها عاصمة، وأصبح كل مملكة ليها زي ما هنشوف كده ليها تاج خاص بيها وكده. مملكة الشمال أصبحت العاصمة بتاعتها مدينة بوتو، أصبح لون التاج بتاعها لونه أحمر، أصبح ليها شعار اللي هو نبات البرج، وليها إله أو معبود اللي هو ثعبان الكبرى. مملكة الشمال أصبحت ليها عاصمة اللي هي مدينة بوتو، وأصبحت ليها تاج اللي هو لونه أحمر، وشعار النبات اللي هو نبات البرجي، ومعبود خاص بها اللي هو ثعبان الكبرى. مملكة الجنوب برضه العاصمة بتاعتها مدينة نخب، عاصمتها مدينة نخب. لون التاج بتاعها أبيض، الشعار بتاعها زهرة اللوتس، المعبود بتاعها أنثى النسر. خلاص كده يبقى دلوقتي مصر انقسمت إلى مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. كل مملكة ليها عاصمة، وكل مملكة ليها لون تاج خاص بيها، وكل مملكة ليها شعار، وكل مملكة ليها معبود.
مملكة الشمال زي ما قلنا العاصمة بتاعتها مدينة بوتو. لون التاج أحمر. الشعار نبات البرجي. المعبود ثعبان الكبرى. مملكة الجنوب العاصمة بتاعتها مدينة نخب. لون التاج أبيض. الشعار بتاعها زهرة اللوتس. المعبود أنثى النسر. طيب ظلت البلاد هكذا إلى أن ظهر حاكم أحد حكام الوجه القبلي اللي هو حاكم مدينة طيبة. حاكم مدينة طيبة اللي هو اسمه إيه بقى؟ حاكم مدينة طيبة اللي هي موقعها الأقصر حاليا. موقعها اللي هي الأقصر حاليا. طيب كان اسمه إيه؟ كان اسمه الملك مينا. الملك مينا اللي هو نعرمر. الملك مينا اللي هو نعرمر. يبقى ظهر حاكم مدينة طيبة في الوجه القبلي اللي هو الملك مينا نعرمر، واستطاع ان هو يوحد مصر كلها وحدة واحدة عام 3200 قبل الميلاد. عام 3200 قبل الميلاد. يبقى الملك مينا ده ليه الفضل في ان هو استطاع ان هو يوحد البلاد مرة اخرى. الوحدة الثانية بقى اللي هي كانت عام 3200 قبل الميلاد، واستطاع ان هو ينتصر على مملكة الشمال ووحد البلاد كلها، واصبحت البلاد كلها وحدة واحدة. ومن هنا بدأ العصر العتيق. عصر جديد اللي هو العصر العتيق. يبقى بدأ العصر العتيق. عصر الأسرتين الأولى والثانية. ويعتبر الملك مينا هو مؤسس الأسرة الأولى. الملك مينا هو مؤسس الأسرة الأولى. طيب اما يجي يقول لك ايه اهم اعمال الملك مينا، هنقول الملك مينا استطاع ان هو ينتصر على مملكة الشمال، وان هو يوحد مصر كلها عام 3200. تاني حاجة ان هو كمان مش وحدها كلها، ده عمل ليها عاصمة مدينة منف. يبقى قام عاصمة لمصر كلها اللي هي مدينة منف. مدينة منف طبعا كانت في الشمال. مدينة منف كانت في الشمال. يبقى مدينة منف أصبحت عاصمة مصر اللي هي بتعني الميناء الجميل أو قلعة الجدار الأبيض. قلعة الجدار الأبيض. يبقى معنى كلمة منف يعني الميناء الجميل أو قلعة الجدار الأبيض. يبقى الملك مينا أهم أعماله، تاني نقولها، أهم أعماله أول حاجة إن هو استطاع إن هو ينتصر على مملكة الشمال، واستطاع إن هو يوحد البلاد كلها وحدة واحدة عام 3200 قبل الميلاد. كمان إن هو أقام عاصمة للبلاد أطلق عليها مدينة منف اللي هي بمعنى الميناء الجميل أو قلعة الجدار الأبيض. طبعا الملك مينا ده كان ملك عظيم لأن هو استطاع إن هو يوحد مصر كلها، وأصبحت مصر في عهده وحدة واحدة. وأطلق عليه بقى القدماء المصريين اسم صاحب التاجين وملك الأرضين وملك مصر العليا والسفلى ونسر الجنوب وثعبان الشمال. كمان الملك مينا إن هو أقام لوحة من الشست الأخضر ورسم عليها انتصاراته على مملكة الشمال. وكانت اللوحة دي عبارة عن رسومات بارزة من الوجهين الأمامي والخلفي، ورسم عليها انتصاراته وتحقيقه للوحدة السياسية لمصر. طيب بعد ما خلصنا وشرحنا الجزء الثاني، أتمنى أن أنا أكون قدرت أوصل لكم المعلومة وأبسطها لكم، وتابعوني مس أماني علي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.